واضح ان المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام هياخدها جد، وان هو ناوي يصلح مش عاوز البوظان اللي في الشارع الرياضي والاعلامي. لكن مفيش شك ان هي يعني معركه كبيره هياخدها المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام. المفروض محدش يزعل اطلاقا من ان يبقى فيه ضبط لاداء هذا النوع من الاعلام المؤثر بشكل كبير جدا. وزي ما حضراتكم عارفين يعني القواعد معروفة، الواجبات معروفة، الحقوق معروفة، الكود اللي بيشتغل بيه كل من في هذا المجال معروف. أي شططان ده لازم يبقى فيه موقف. أي نوع من يعني التعامل من أجل أهداف أخرى أو لأهداف خبيثة أو لتحقيق مصالح شخصية، او ان هو يبحث عن ان هو يعني يبقى هو الفتك اللي يطلع على الشكل العام ان هو الملك اكتر من الملك. اعتقد ان الناس لازم تشد على ايد المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام وعلى كل هيئه ومؤسسه بتحاول تضبط هذا الانفلات الموجود في الشارع الرياضي اللي شارك فيه طبعا. مش بس الناس اللي بتخرج عن النص سواء امام الميكروفونات والشاشات، وانما اكتر طبعا على المواقع والصفحات الالكترونيه، ودي معظمها يعني مدفوع الاكل، ودي يجب ان تخضع ايضا لمراقبه المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام، لانه الشكل بدا يمشي بشكل يعني بصوره مش مظبوطه. الناس تصلح من هنا، الناس تنخر من هنا. وفي نفس الوقت يعني يرجى برضو اذا كان مجلس اعلى لتنظيم الاعلام هيلعب دور ايجابي المفروض كان يتلعب من زمان. فاعتقد ادارات الانديه بدل ما تطبطب وتسبسب وتدافع عن لعيبتها الغلطانه، او ان هي تكيد هنا، او ان هي تدفع ببعض صفحات او بعض الكتايب عشان تدافع عن نفسها بشكل غير لائق. اعتقد ان الديلامه دي يعني بدايه الاصلاح فيها هيكون بالضبط والربط وبالقرارات الصارمه الحاسمه وبتطبيق القانون. وهنا انا بشوف انه اذا ده ما تمش بشكل سريع جدا جدا هتكون الخسائر كبيره، لان الساحه التنافسيه لما تطلع من المستطيلات الخضراء على الشاشات الصغيره والتليفونات والمواقع والصفحات والدرابوكه دي، اعتقد بيبقى الخطر مش على الكره بس، الخطر على الرياضه كلها. شكرا لحضراتكم.